إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح من البصر. آية من القرآن الكريم ربنا بيوريك فيها قاعدة مهمة جدا، وهي ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كل شيء مقدر، كله في كتاب مبين، ومفيش حاجة هتتغير لأن كله اتكتب خلاص. زي ما بيقول كده محسوم. والإيمان إنك تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ومفيش حاجة تغير القدر لأنه مكتوب خلاص، ما عدا حاجة واحدة بس. لأن ساعات مثلا تجيلي واحدة تقول لي أنا مكتوب لي إني مخلفش. طيب في قصة سمعتها عن سيدنا موسى عليه السلام. كان في واحدة نفسها في ولد، فبما إن سيدنا موسى عليه السلام هو كليم الله، فطلبت منه إن هو يدعي لها إن ربنا يرزقه غلام. قال يا رب ارزقها الولد. فالله عز وجل رد على سيدنا موسى وقال له يا موسى إني قد كتبتها عقيمة، عمرها ما هتخلف، مكتوبة كده. فقال لها يا ستي إن الله قد كتبك عقيمة. فجاءت بعد فترة قالت له يا موسى كلم ربنا، يدعي له ربنا يرزقني بالولد. فربنا يرد عليه ويقول له إني قد كتبتها عقيمة. وفي المرة الثالثة قالت له ادعي لي تاني، قال لها خلاص ربنا كتبك عقيمة. فجت بعد فترة لقاها شايلة غلام، فبيقول لها مين ده؟ قالت له ولد. قال لها ازاي؟ قالت له دعيت ربنا فرزقني. سيدنا موسى راح لربنا قال له قد قلت وقولك الحق، انت كنت بتقول لي يا رب انها عقيمة، ازاي رزقتها ولد؟ قال له يا موسى كلما كتبتها عقيما قالت يا رحيم، وقعدت تدعيني كانت يا رحيم، وإني كتبت على نفسي أن رحمتي سبقت غضبي فرزقتها. الدعاء الحاجة الوحيدة اللي ترد القدر. يعني لو حد قال لك انك مكتوب لك انك تكون تعيس طول حياتك، او قال لك انك مكتوب لك انك تكون فقير، قول له لا، الدعاء بيغير القدر. سبحانه وتعالى بيقول يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده الكتاب. وربنا عنده النسخة الأصلية، فربنا اللي عايز يشيله بيشيله، عايز يثبته بيثبته. فالحاجة الوحيدة اللي تغير القدر إنك تتكلم وتدعي لصاحب الكتاب المحفوظ فيه الأقدار. يعني مثلا لو القدر نازل من السماء وانت دعيت، ودعائك ده دعاء قوي ولازم أن تكون قريب من ربنا علشان لما تدعي والقدر نازل ويحصل عراق بين الدعاء والقدر، لو الدعاء بتاعك قوي ممكن يرفع القدر أو يرفع البلاء. وزي ما ربنا قال في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا شاء الله شيء أو أراد الله شيء يأمر به، زي ما اتقال في سورة ياسين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلاص ده يخلف يخلف وده يموت يموت، وكل شيء بأمره سبحانه وتعالى. فإياك ثم إياك تقول مثلا مستحيل أخلف أو مستحيل أتجوز فلانة. ده سيدنا زكريا دعا ربه وهو عجوز وقد بلغ من الكبر عتية، ورغم ذلك قال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. طيب وجات له الإجابة إزاي؟ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. طب إزاي يا رب؟ ده أنا عجوز، ده أنا امرأتي لا تلد عقيمة. الملائكة ترد عليه قال ربك هو علي هين، وقوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ما تستعظمش أمنياتك، أنت مش عايز حاجة. سلام.